الأخبار الموجزة ليوم الخميس. قال الوكيل السياسي لوزارة الخارجية السيد شير محمد عباس تانكزي في الجلسة الافتتاحية للمشروع الوطني لمدينة كابول الجديدة: نطالب بالجدية من دول الجوار ألا يتدخلوا في شؤون أفغانستان ويسمحوا للأفغان حتى يقوموا ببناء بلدهم. أكد المساعد السياسي لرئاسة الوزراء في حفل افتتاح الشؤون العملية لمشروع مدينة كابول الجديدة أن مدينة كابول الجديدة ستتمتع بكل إمكانيات العصر الحالي. وأضاف الملا عبد الغني برادر أن مع بداية هذا المشروع سيتم توفير فرص عمل للعديد من المواطنين وسيتمكن المستثمرون من الاستثمار. احتفل الأفغان 24 من شهر الأسد كيوم الانتصار وتحرير كابول من أيادي المحتلة. صرحت الإدارة العامة للشؤون تم تسليم منزل في مدينة كابول إلى صاحبه الأصلي. تم تعيين المولوي أحمد الله وثيق رئيسا جديدا للرئاسة العامة للتربية البدنية والرياضية، حيث باشر السيد وثيق أعماله اليوم بشكل رسمي. كان يشغل السيد وثيق منصب رئيس الإذاعة والتلفزيون الوطني سابقا. صرحت وزارة الدفاع الوطني إن فرقها الفنية أصلحت 56 آلية عسكرية وعددا من الأسلحة في اللواء الثاني من فرقة 221 شهيد أفثاب. حسب المعلومات تشمل المركبات التي تم إصلاحها 27 دبابة همفي و22 شاحنة عسكرية و7 سيارات إسعاف. صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السبت المقبل الذي يصادف 28 من شهر الأسد الجاري عطلة عامة في البلاد بمناسبة استعادة الاستقلال.